السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم السمك البلطي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني هنوفره كده في الزيت، هنعمله كده بطريقة اقتصادية جدا، بتشكيلة كده من الخضار. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طعم وريحة. ألف هنا وشفا، لا قلي ولا شوي. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا هنا السمك، طبعا كمية السمك المتواجدة عندك. مسكته نضفته غسلته نقعته في مية بملح بليمون، بعد كده شطفته تحت الحنفية. معايا للتتبيلة معلقتين كده من هريسة الشطة، معلقة توم مفروم، كمون على كزبرة وملح وليمون. روح السمك الكمون والليمون. هبدأ بقى أنزل بالمقادير كلها مع بعضيها. وهنا هرسة الشطة، الهريسة دي أنا مفرزاها قبل كده وضايفة لها كل المكونات. بس أنا حبيت أضيف بقى توابل، كمون على كزبرة على ملح وتوم مفروم، علشان الخضار اللي أنا رايحة أضيفه للسمك ياخد من التتبيلة دي. هعصر كده ليمونة كمان على التتبيلة دي، علشان تديني الطعم الجميل ده. وكمان زي ما قلت لحضراتكم أتبل كمية الخضار اللي رايحة أضيفها بقى للسمك وتحت السمك. بعد كده بقى رايحة أقلب التتبيلة دي، وهبدأ بقى أتبل السمك. والسمك كمان أنا فاتحاه كده فتحة من الجنب، ما حبيتش أكتر بقى علشان لما يستوي ما يتفتحش مني جامد. تبلت السمك ودخلت جوه الفتحة دي، وركنته كده على جنب. جبت بقى كمية الخضار على قد السمك اللي انت هتعمليه. معايا بصلتين، طماطمتين، قرنين فلفل، ومعايا هنا بطاطستين وجزرايه مقطعاها كده شرايح رفيعة خالص. بعد كده بقى هبدأ أجيب الصينية وهنزل فيها بالخضار بتاعنا ده. بعد ما هنزل بالخضار في الصينية هجيب بقى التتبيلة اللي فاضلة من السمك، وهنزل بيها على الخضار. هيبقى الخضار عندي كله متبل نفس تتبيلة السمك بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. جبت كمان البطاطس والجزر، رايح اقلب كله مع بعضه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وانت بقى بتفردي الخلطة دي في الصينية، حاولي تخلي شرايح البطاطس تحت علشان المية اللي تنزل من الخضار تسويها. معايا هنا بقى السمك بعد كده ما قعدته شوية في التتبيلة، اللهم بارك، ريحتها جميلة جدا. أنا أخدت كده معلقتين من الخلطة علشان أحشي بيهم قلبية السمك. هبدأ بقى أحشي السمك بالشكل ده، ورايحة أحطه كده على الخضار. طبعا بعد كده بقى هبدأ لكل سمكة نزلت هنا كمان بالباقي اللي التتبيلة اللي نزلت من السمك ضفتها للخضار. كمان هنزل بشرايح كده من الليمون، وكمان عصير ليمونة. هنزل بقى لكل سمكة معلقة واحدة من الزيت، ضفتها كده على الوش، مش أكتر من كده. في الوقت ده أنا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، أو لو الفرن العادي بتحميه أوي وبتهديه وتبدأي تدخلي السمك، بياخد في حدود نص ساعة بيطلع معاكي بالشكل الروعة ده. شايفين قد إيه جميل؟ حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.